ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ حطوا لي بقى لايك حلو زيكم، واكتبوا لي كلمه حلوه زيكم. كبر الخواطر على الله. تعالوا بقى اقول لكم نعمل شويه قرنبيط. عايزه اقول لكم القرنبيطه ديت ب10 جنيه. القرنبيط دلوقتي رخيص وجميل وتحفه. القرنبيطه دي ب10 جنيه. رحت عملت ايه؟ على فكره عندي كيس اساسا. يعني لازم الموتوسيكل ده يعدي من هنا. المهم عندي قرنبيط، عندي كيس قرنبيط عندي في الفريزر من السنه اللي فاتت. نسيت اطلعه ورحت اشتريت دي، بس على فكره مش هتخسر، طعمها سكر سكر سكر. دلوقتي جبت القرنبيطه ب10 جنيه. بقول لكم ايه بقى في الفيديو؟ بقول لكم لما تيجوا تعملوا قرنبيط قطعوه قطع صغيره، بلاش القطع الكبيره دي، بيبقى كله عجين من جوه وبيبقى طعم وحش جدا. وعلى فكره دوت اللي بيكره العيال في القرنبيط. اعملوا القرنبيط قطع صغيره، قطعوها قطع صغيره عشان تقرمش معاكم ويبقى طعمها حلو وتبقى كريسبي كده هوت. على فكرة انا كذا فيديو عاملة معاكم طريقة القرنبيط ما كانش فيها بيض. ما بحبش البيض في القرنبيط. اول مرة نفسي تروح له ان انا اعمله بالبيض. انا عملت ايه؟ حطيت بيضتين وحطيت شوية فلفل اسود وركنته على جنب. ودلوقتي عملت ايه؟ جبت دقيق وجبت معلقتين نشا وجبت شوية كركم وشوية كمون وشوية ملح، وكان عندي شوية 7 بهارات. ال7 بهارات حطيت حبة، عندك ما عندكيش ما تحطيش. وحطيت نشا، دقيق، نشا، كمون، ملح، شويه 7 البهارات. وبعد كده قلبتهم، وبعد كده اخدت منهم معلقتين حطيتهم في البتين. وبعد كده زودتهم شويه ميه، وبعد كده قلبتهم. عايزه تزودي شويه ميه زودي، عايزه تزودي شويه لبن حطي اللي تحبيه حطي. طب لو كلكع منك اضربيه في الخلاط، مش هيحصل اي حاجه، سهلي الدنيا على نفسك. بصوا كريمي وريحته تحفه 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 تحفه. وبعد كده القرنبيطه خلاص انا حطاها على النار ورايا اهي، اتسلقت. وبعد كده هطلعها. ما تسلقيش القرنبيط قوي، ما تخلوش يتهري منك. انا يا دوبك بسويه نص سوا كده على اساس حتى لو اتبقى منه شويه هقوم شايلاه في الفريزر، ما يتهريش ولا يبوظ مني ولا اي حاجه. انتوا عارفين اي حاجه بنحطها في الفريزر بنسلقها نص سلقه علشان الفريزر بيكملها سوا، يعني كأنه بيسوي بقيه الحاجه. ماشي. وبعد كده قطعت طماطم. عايزه اقول لكم القرنبيط ده اقسم بالله تحفه، طعمه جميل جدا جدا. وبعد كده قطعت الطماطم، كنت نفسي احط شويه توم بخل وكده على الطماطم. وبعد كده قلت لا كفايه نفخ بطن وكفايه القرنبيط، وما رضيتش، حطيت ملح وكمون على الطماطم دي وخلاص. بصوا بقى هطلع قطعه القرنبيطه كده وهحطها على، هقول لكم المكونات دي تاني: دقيق، نشا، ملح، كمون، شويه كركم، شويه 7 بهارات، ما عندكيش ما تحطيش. وبعد كده هطلع القرنبيط المسلوق خدت منهم معلقتين على البيضتين وشويه ميه دوبتهم بالخليط وبعد كده اطلع كده واقوم حاطه على الدقيق واقوم مطلعهم. يا لهوي على الطعم، تحفه تحفه تحفه. وصلت لحد هنا، اجبري بخاطري بلايك حلو زيك. ولو مش عامله لي متابعه اعملي لي متابعه وقولي لي ايه رايك، وهتشوفي شكل القرنبيط. بص المنظر تحفه. عايزه اقول لكم ان انا كنت مصوره الفيديو اصلا بصوتي. ليه مصوراه بصوتي؟ علشان بس اوريكم القرنبيط وهو بيقرمش كده. وبصوا اكنها فراخ كنتاكي وحياة ربنا. بس لقيته طويل، لقيت الفيديو هيطول مني قوي، فبصراحه مرضتش اطوله عليكم. عايزه ابقى خفيفه على قلبكم. شوفوا وشكم على خير وقولوا لي ايه رايكم.